عاصمتها عدن الأبية. رابعا، لقد انكشفت كذبة المقولة التي زعمها الاحتلال منذ 7 يونيو 1994، وهي أن الوحدة بالدم راسخة وقوية، بل أكد حراك شعب الجنوب على أنه مصمم على نزاع استقلاله مهما بلغت التضحيات. خامسا، لقد ثبت أن سياسة المراهنة والمغامرة السياسية والجري وراء وعود سرابية طريقها مسدود، وأن الأمل معقود على قوى الاستقلال. سادسا، أن خيال الوحدة الوطنية يتعزز كل يوم، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يمنعه أو يقف في طريقه، كما أنه لا بديل عنه. ليس هذا الكلام تنظيرا ومواساة للنفس، لكنه حقيقة نشهد تجلياتها وعظمتها في الصمود الفذ لشعبنا منذ 16 عاما، إذ كان صبره ونضاله وتمسكه بحقوقه بمثابة شريان الحياة لهذه القضية الذي أمدها بكل أسباب البقاء والحضور والتجذر في وعي الأجيال القديمة والجديدة على حد سواء. هذا الوعي الذي تجلى عبر الحراك الوطني السلمي الذي حمل هم التصدي للاحتلال حتى غدا رقما صعبا يحول دون ضياع الحق. قدمنا آلاف الشهداء والجرحى والأسرى الأبطال